بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي صحة وفي سعادة، وفي راحة بال. كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، النهاردة انا حبيت اتكلم معاكم في موضوع كده. كل الناس بتتمناه، كل الناس عايزاه، كل الناس يعني اللي تعبان من ناحية هتلاقيه مرتاح من ناحية وتعبان من ناحية تانية. فاحنا عايزين يكون عندنا راحة نفسية، راحة نفسية عشان نقدر نتأقلم مع العيشة اللي احنا عايشينها. طيب احنا هنبقى مرتاحين نفسيا ازاي يا جماعة؟ طبعا اهم شيء يا جماعة في الدنيا دي كلها الراحة النفسية، الراحة النفسية. طيب هنبقى مرتاحين نفسيا ازاي؟ معلش كنت بشرب. فاحنا يا جماعة لازم لنا الراحة النفسية والراحة الجسدية برضو. ربنا يا رب يديم علينا الصحة وراحة البال. دول حاجتين دايما نفضل ان احنا نطلبهم من ربنا، ان هو يديم علينا الصحة وراحة البال. طيب احنا هنبدأ يومنا بصلاة الفجر. خلاص، اول حاجة كده هنبدأ يومنا بيها رقم واحد صلاة. فاحنا هنا يا جماعة هنبدأ يومنا بصلاة الفجر. أول حاجة صلاة الفجر، وهنعمل كل يوم ورد. بصوا أنا مش هقول لكم اقعدوا مثلا اقروا جزء، لا، اتنين بس، هما صفحتين بس، صفحتين في القرآن الكريم. بعد صلاة الفجر على طول صفحتين في القرآن الكريم، وقراءة أذكار الصباح والمساء. تمام، وقراءة أذكار الصباح والمساء. يعني احنا بقى بعد ما نصلي الفجر هنقرا صفحتين في القرآن الكريم، وبعد كده أذكار الصباح والمساء. خلاص. عايزة بقى بعد كده تدخلي تنامي شوية، عايزة بعد كده تدخلي تشربي كوباية شاي وانت قاعدة مع نفسك كده، ترتاحي كده، تكلمي ربنا، تناجي ربنا، تطلعي كده البلكونة الصبح، في هدوء كده وفي راحة نفسية كده وفي بقى جو حلو كده، مش حر ولا حاجة. تمام. تخشي تعملي مثلا كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي بلبن، زي ما بتشربي، كوبايه ينسون مع نفسك، كوبايه نعناع تهدي بيها اعصابك كده وتروقي بيها الدنيا. تمام. فاحنا هنا يا جماعه بنتكلم عن احنا عايزين نرتاح راحه نفسيه. انا بقول لكم احد العوامل اللي هتخليكي تكملي يومك بشكل حلو، هتخليكي تكملي يومك من غير عصبيه، من غير ما تشتمي الاولاد، من غير ما تعملي خناقه، من غير الحاجات دي كلها يا جماعة، من غير ما تتنرفزي، من غير ما تتعصبي. الحاجات دي كلها يا جماعة احنا ماشيين بيها كده واحدة واحدة. طيب، يبقى أول حاجة هنصلي الفجر صفحتين في القرآن الكريم، أذكار الصباح والمساء قبل أي حاجة في الدنيا كلها. ده شيء أساسي يوميا لازم يتعمل. طيب بعد كده هتخشي زي ما انا قلت لك، هتشربي حاجه، هتفطري، عايزه تنامي شويه تنامي، وبعد كده تصحي تفطري اللي انت عايزاه، زي راحتك النفسيه. انا عموما اوقات كتير ما بنامش الا بعد صلاه الفجر يا جماعه، اوقات كتير مش بنام الا بعد صلاه الفجر، وبعد ما بقرا صفحتين في القران الكريم واذكار الصباح والمساء، وبعد كده بنام. خلاص. فدوت بيديني راحه نفسيه. صدقوني يا جماعه، وانت قاعده مع ربنا كده في صلاه الفجر ده، ياه، وقت حلو جدا 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 للراحة النفسية. وانتي بتكلمي ربنا، كلمي ربنا، ات- اطمعي فيه، اطمعي في ربنا، اطمعي في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيديكي الحاجة اللي انت عايزاها. تمام. طيب بعد كده يا جماعة احنا هنبتدي بقى يومنا، هنبتدي يومنا ان احنا طبعا هنعمل فطار، بعد كده هنفطر، بعد كده هنقوم. طبعا قبل الفطار، قبل ما تقومي من على سريرك، سريرك يكون متروق. قبل ما تقومي من على السرير، ترويق الغرف. تمام. في كوبايه شاي كنت شارباها وحطاها على الكومودينو بالليل هتشيليها، في كوبايه، في ازازه ميه هتشيليها، في كوبايه ميه هتشيليها، تنفضي اوضتك، تمسحي الكومودينوهات، تنفضي الخشب كده. يوميا باستمرار هتبص تلاقي معاكي الدنيا زي الفل، ومش مش تعبانه في حاجه، مش مفيش طبعا، مفيش يعني، مش هتحسي ان هي مش نظيفه، لا، هتحسي ان الحاجه اصلا نظيفه ومش محتاجه ان انت تروقيها، ومش محتاجه ان انت يعني مش هتتعبي فيها زياده عن اللزوم. خلاص. طيب يبقى اول حاجه ترويق الغرف، بعد كده هنعمل فطار، بعد كده انا بتكلم يا جماعه عن نفسي، بعد كده هنفطر فطار. تمام. وهنشوف بقى اللي ورانا.
ايه هو اللي ورانا يا جماعه؟ والله بقى في غسيل هتقومي تنشريه، في مواعين هتقومي تعمليها، في انتوا فاهمين، في ثانيه في ثانيه الحاجه هتتقضى وهتبقي زي الفل. هتقعدي ساعه، ساعه او نص ساعه يا جماعه، ها نص ساعه مع نفسك كده، تقري بقى، تقرأي، تقرأي أي كتاب أنت عايزة تقريه. تمام. على فكرة يا جماعة القراءة دي شيء رائع جدا 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 جدا. مش عايزة تقرأي أو مثلا زهقانة إن أنت هتمسكي كتاب تقري فيه، افتحي فيديو على اليوتيوب، شوفي، دوري على حاجة مفيدة اسمعيها. مش بقولك تدوري على حاجة يعني تسمعي أي حاجة، لا، دوري على حاجة مفيدة تسمعيها. ت- تمام. طبعا هنحاول نسمع اي حاجة مفيدة في الفيديوهات. والله يا جماعة والله العظيم فعلا في فيديوهات مفيدة جدا جدا جدا. هاتي فيديو اسمعيه مثلا، تحس ان انت لو تعبانة من اي حاجة في حياتك، اسمعي. على فكرة مش عيب ابدا يا جماعة ان انتوا تسمعوا وتحاولوا ان انتوا تحفزوا نفسيتكم، وتحاولوا ان انتوا يعني ايه، انتوا عايزين تعيشوا راحة نفسية. الراحة النفسية دي ما بتجيش بين يوم وليلة. الراحة النفسية دي لازم لها خطوات نمشي عليها علشان خاطر نحس بيها. تمام. انتي بقى بالليل بعد ما تخلصي غداكي وبعد ما تخلصي حاجتك كله، امشي في الشارع، امشي في الشارع. روحي يا ستي لغاية بتاع العصير القصب، اشربي كوباية عصير قصب. روحي اشربي كوباية شاي بره، كوباية قهوة بره. بصوا انا يعني، انا عايزه اقول لكم يعني ايه، حاولوا ان انت تسعدي نفسك بنفسك. ازاي هتسعدي نفسك بنفسك؟ هتسعدي نفسك بنفسك بالخطوات اللي انا بقولك عليها دي. السعاده ما بتجيش مره واحده، السعاده دي لازم انت اللي تخلقيها لنفسك. لو ما حاولتيش ان انت تخلقيها لنفسك، ابسط الحدود ان انت تعملي كوبايه شاي وتقفي تشربيها في البلكونه في جو هادي كده، في جو كده هادي، عشان خاطر ايه، تعرفي تتعاملي مع اولادك، بلاش يا جماعه العصبيه الزايده على الاولاد، صدقوني والله العظيم ثلاثه بتدمر نفسيتهم. العصبيه الزايده فعلا بتدمر نفسيه الاولاد. سواء بقى كنت كانوا بيطلبوا منك طلب، كانوا بيطلبوا، على فكره الطفل الصغير يا جماعه بيبقى عنيد، بس احنا طبعا عايزين نخفف العند اللي عنده. فاحنا لو حاولنا ان احنا نتكلم معاه بالراحه، او حاولتي ان انت تعكسي له الحاجه اللي هو عايزها بوجهه نظرك انت، هيختار الحاجه زي ما انت عايزاها. تمام. فانا بحاول ابسط لكم الامور وابسط لكم الدنيا، وبحاول ان انا اخليكم تمشوا في يعني تعيشوا في جو حلو، واخليكم ان انتوا تحاولي ان انت تخلقي لنفسك انت الجو اللي انت عايزاه، علشان خاطر ترتاحي الراحه النفسيه اللي انت عايزاها. واولا واخيرا الراحه النفسيه صدقوني مع ربنا سبحانه وتعالى. والحاجات اللي انا بقول لك عليها دي حاجات بسيطه جدا جدا جدا، لو عملتيها لنفسك هتحسي ان انت مرتاحه، ومش هتحسي ان انت محتاجه لحد. طبعا يا جماعة كلنا ستات بيوت، وكلنا بنمر بمشاكل، وكلنا بنمر بأزمات، ولازم نخرج من الأزمات بكل سهولة. لان انت لو ما خرجتيش نفسك من الازمه بسهوله هتدنك عايشه فيها، وهتدنك كابته نفسك وكابته اولادك، وده طبعا ما ينفعش في الاول وفي الاخر. احنا عايزين نعيش الحياه، احنا عايزين نتمتع بعمرنا، ومش عايزين اي حاجه تاثر علينا وعلى نفسيتنا. فبنطلب من ربنا سبحانه وتعالى، الله المستعان طبعا في الاول وفي الاخر، واحنا ما الا وسيله بنساعد نفسنا. في وسائل كتير بتساعدي نفسك فيها. انزلي تمشي ساعة كل يوم، معرفتيش تتمشي كل يوم، تمشي كل يومين ثلاثة يعني بصي على حسب وقتك. بس ما تمنعيش نفسك من المشي في الشارع، ما تمنعيش نفسك من المشي في الشارع. مش لازم ان انت تبقي نازلة عشان خاطر تجيبي طلبات بيتك، لا. بعد ما تجيبي طلبات بيتك حاولي ان انت تقعدي مع نفسك كده، هاتي ايس كريمية وكليها مع نفسك كده في الشارع. حاولي ان انت تدي نفسك الطاقة والراحة النفسية اللي انت محتاجاها، عشان خاطر تروحي تشتغلي، وتروحي تشوفي شغل بيتك، وتروحي تشوفي اولادك بنفس راضية. طبعا يا جماعة انا دي كلها حاجات انا عن نفسي بعملها، واوقات كتير بعملها. واتمنى يا رب ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم النهارده، واتمنى ان ربنا يا رب كلنا يريح قلوبنا، ويريحنا الراحه النفسيه اللي احنا محتاجينها. واتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للاخر. تمام. ويا رب اكون خفيفه على قلبكم، ومع السلامه، مع السلامه.